بيبدأ فيلمنا مع الإمبراطور كاسكو وبيبقى حاكم مغرور وأناني وأهم حاجة عنده نفسه وبس، لدرجة إنه رمى راجل عجوز من الشباك علشان بس خبط فيه. وبيوصل على قصر الإمبراطورية فلاح بسيط اسمه باتشا، وبيكون كاسكو هو اللي طالبه. وبيقدر باتشا إنه ينزل الراجل اللي رماه كاسكو من شوية من الشباك من على حبال القصر. وبنروح لإزما، ودي المفروض إنها مستشارة كاسكو، وبيبقى هدفها إنها تسيطر على الحكم، ونقدر نقول عنها إنها أسوأ من أم 44. وبنشوف مساعدها كرونج وبيبقى ملهوش أي لازمة ولا رأي في أي حاجة، وكل اللي بيعمله إنه بينفذ أوامرها وبس. وبيدخل كاسكو قاعة الحكم وبيلاقي إزما قاعدة على الكرسي بتاعه، وبيتعصب منها جدا وبيقول لها إنها مش الإمبراطورة، وبيقول لها إنها مرفوضة لأنها كبرت وكفاية عليها قوي كده. وبتحاول إزما إنها تستعطفه وبتقول له إنها أفنت عمرها كله في خدمة الإمبراطورية، لكن هو بيقول لها إن عمرها الافتراضي خلاص خلص، وإنه مش عارف هي إزاي عايشة أصلا لغاية دلوقتي. وبتتعصب منه يزما وبتمشي. وبيدخل باتشا وبيستقبله كاسكو وبيسأله عن الجو عند تل معين، وبيبقى بيت باتشا على التل ده. وبيقوله باتشا إن الجو حلو جدا عنده، فكاسكو بيقوله إنه هيهد بيته ويبني المنتجع الصيفي بتاعه مكانه. وبيتخض باتشا وبيقوله إن ده مكان بيته وبكده هو وعيلته هيكونوا في الشارع، بس كاسكو مش بيهتم بيهم وبينادي على الحراس وبيطرده. وبنشوف إزما وهي متعصبة وبتكسر في التماثيل، وبتفكر إنها ممكن تتخلص من كاسكو وتستولى بعدها على الحكم. وبتروح مع كرانج على معملها السري، وبتدي لكرانج سم يحطه الكاسكو في المشروب بتاعه. وأثناء العشاء بيقول كاسكو لإزما ما تزعلش منه علشان رفضها، فبتقوله إزما وهي متغاظة لأ طبعا أنا مش زعلانة ولا حاجة. وبيحط كرانج السم في العصير، وأول ما بيشربه كاسكو بيتحول لحيوان اللاما، وبيضربوا كرانج على راسه وبيفقد الوعي. وبتكتشف إزما إنه ما كانش سم وإنه بس بيحول الشخص لحيوان لاما. وبتأمر إزما كرونج ياخد كاسكو بسرعة ويقتله بره القصر، وبيقول لها كرونج إنه جعان وعايز ياكل حاجة حلوة، فبيتفقوا إنه ياكل الأول وبعدها يتخلص من كاسكو. وفعلا بيروح كرونج وبيرمي كاسكو من على الشلال، بس بيحس بالذنب وبينقذه في آخر لحظة. وبعدها بيكعبل كرونج وبيقع منه كاسكو في عربية باتشا، وبيحاول كرونج إنه يلحقه بس باتشا بيكون مشي. وبيوصل باتشا على بيته وهو زعلان وبيخبي على مراته اللي حصل علشان ما يزعلهاش، وبيقول لها إن الإمبراطور ما كانش فاضي يقابله. وبتتعصب مراته جدا لأن كاسكو قادر يزوقه مغرور. وبيروح باتشا وبيركن عربيته وبيلاقي الشوال بيتحرك، ولما بيفتحه بيلاقي حيوان اللاما اللي هو كاسكو. وبيكتشف من كلامه إنه الإمبراطور، لكن كاسكو مش بيكون عارف حاجة ولا إنه اتحول للاما. وبيفكر إن باتشا خطفه علشان ما يبنيش المنتجع بتاعه. ولما بيشوف انعكاسه في المية بيفضل يعيط وبيأمر باتشا يرجعه على القصر، لأن إزما أكيد هتساعده في المعمل بتاعها وهترجعه بشر من تاني. لكن باتشا بيوافق بشرط إن كاسكو يبني المنتجع بتاعه على تل تاني. وطبعا كاسكو بيرفض وبيهددوا باتشا إن الطريق كله حشرات وفران وإنه مش هيقدر يوصل لقصره. بس كاسكو بيقوله إنه الإمبراطور وطبيعي يكون عنده موهبة عدم التوهان، فبيتعصب باتشا وبيقول مش مهم، طالما مفيش كاسكو يبقى مفيش أي خطر على بيته. وبنرجع لكاسكو وهو في طريقه وبيكون خايف جدا من الأصوات المرعبة اللي سمعها، وفجأة بيظهر قدامه سنجاب صغير عسول وبيحاول يدي الكاسكو بندقة، بس كاسكو بيكون متعصب منه لأنه خوفه، فبياخد منه البندقة وبيحدفها عليه. وبعدها بيقع كاسكو وسط نمور كتير نايمة، وبيحاول إنه يهرب بدون ما يحسوا بيه، لكن بيظهر السنجاب اللي ضربه كاسكو من شوية وبيفرقع بالونة وبيصحي بيها النمور وبيطاردوا كاسكو لغاية ما بيوصل لحافة المرتفع. وقبل ما بيقع بيوصل باتشا وبينقذ كاسكو، وبما إن كاسكو نيته مش صافية فبيتكتفوا في شجرة وبيقعوا في المية ومنها الشلال آخره صخور مدببة، وبيقدروا أخيرا إنهم يخرجوا من المية. وبنفس قلة الذوق بيطلب كاسكو من باتشا إنه يوصله للقصر، وبيحاول باتشا إنه يخليه يغير رأيه ويبني المنتجع بتاعه في مكان تاني، بس كاسكو بيصر على موقفه. وبيتعصب باتشا وبيرفض إنه يوصل كاسكو للقصر، وبيتخانقوا سوا. وبيروح كاسكو علشان ينام وبيبقى بردان، فبيغطيه باتشا بالشال بتاعه، وبيتأثر كاسكو جدا من طيبة باتشا. وفي قصر الإمبراطور بتعلن إزما خبر موت كاسكو، وبتنصب نفسها إمبراطورة مكانه. وبيعترف لها كرونج باللي حصل، وبتتعصب إزما جدا إن كاسكو لسه عايش، وبتقرر تدور عليه هي وكرونج ويقتلوه. وتاني يوم بيصحى كاسكو من النوم وبيدي الباتشا الشال بتاعه وبيقوله إنه موافق يبني المنتجع بتاعه على تل تاني، وبيتفقوا سوا إنهم يوصلوا للقصر. وهم معديين من على الجسر بيتكسر وبيقع باتشا،
فبيسخر منه كاسكو وبيقول له إن كان بيضحك عليه علشان يوصله للقصر، وبيسيبه وبيمشي. وبمجرد ما بيتحرك بيتكسر الجسر مرة تانية، وبيقع هو كمان جنب باتشا، وبيفضلوا يتخانقوا لغاية ما بيقعوا بين صخرتين، وبيكون تحتهم مية فيها تماسيح كتيرة. وبيقول باتشا إنهم لازم يساعدوا بعض وإلا هيموتوا. وفعلا بيحطوا إيديهم في إيد بعض وبيطلعوا، لكن التل بينهار، وقبل ما يقع باتشا بينقذوا كاسكو. وبيتصدم باتشا من اللي عمله كاسكو، وبيقول له إنه كان متأكد إن قلبه لسه فيه طيبة. وفي البداية بينكر كاسكو لغاية ما بيقول ما برضه مفيش حد قلبه حجر. وبيقرر باتشا إنه يوصل كاسكو للقصر بتاعه بعد كل اللي عمله، لكن كاسكو بيقوله إنه مصر على موقفه وإنه هيبني المنتجع بتاعه على التل. وبيبقى باتشا عنده أمل إن كاسكو هيغير رأيه مع الوقت. وبيروح لكرونج هو وإزما وهم بيدوروا على كاسكو، وبتقع إزما في الطينة وبتهاجمها حشرات، وبيروح لها السنجاب العسود وبيديها بندقة، لكن هي بتصرخ في وشه، فبيتأثر السنجاب وبيشتكي لكرونج. ولأنه كان في فريق الكشافة فبيفهم كلام السنجاب، وبيحكي السنجاب لكرونج عن كاسكو. وبتحاول إزما تكون لطيفة علشان يحكي لهم السنجاب على كل حاجة، لكن هو مش بيبقى طايقها وبيخليها تقف بعيد، وبيكمل كلامه مع كرونج. واللي بيتحرك بعدها هو وإسما في طريقهم لكاسكو. وبنرجع لكاسكو وباتشا وهم في مطعم علشان ياكلوا، وبيتنكر كاسكو بشكل واحدة ست وكأنه مرات باتشا وإنهم عرسان جداد. ولما بيوصل للأكل بيقرف كاسكو منه وبيقرر إنه يتكلم مع الطباخ. وبتوصل إزما مع كرونج وبيسمعهم باتشا وهما بيتكلموا عن كاسكو وإنهم هيقتلوه. وبيقرر باتشا إنه يدخل بسرعة للمطبخ علشان ينقذ كاسكو ويهربه. وفعلا بيحكي باتشا لكاسكو عن اللي سمعه، لكن كاسكو مش بيصدقه، وبيقوله إنه بيعمل كده علشان ما يوصلهوش للقصر وما يبنيش المنتجع بتاعه. وبيسيب باتشا علشان يوصل لإزما وكرونج بسرعة، لكن بيسمعهم هما بيقولوا إنهم لازم يموتوه. فبيتصدم كاسكو وبيمشي وهو بيدور على باتشا لكن مش بيلاقيه وبيفضل يعيط. وبالليل بيفتكر كرونج باتشا وإنه هو الشخص اللي وقع كاسكو في عربيته، وبيروح بسرعة وبيقول لإزما. وتاني يوم بيلاقي كاسكو باتشا وبيعتذر له وبيسامحوا باتشا، وبيقول له إنهم لازم في الأول يروحوا للبيت علشان هيجيبوا حاجات يحتاجوها وبعدها هيكملوا طريقهم للقصر. لكن لما بيوصلوا للتل بيعرفوا من الجيران إن في واحد ضخم ومعاه واحدة شكلها يخوف موجودين عنده في البيت، وبيفهم إن دول إزما وكرونج. وفعلا بيكون إزما عند باتشا في البيت وبتقول لمراته إنها قريبته من بعيد، وبيبقى كرونج سايب كل حاجة وقاعد يلعب مع ولاد باتشا. وبتقول له إزما إنها أول ما تشاور له يدخل بسرعة يفتش بيت باتشا، بس هو مش بيفهم وبيفضل يلعب مع الولاد. وبيوصل باتشا على البيت وبيحكي لمراته على كل اللي حصل، وبتقوله إنها هتعطلهم علشان يوصلوا هما للمعمل الأول ويرجعوا كاسكو لشكله من تاني. وفعلا بتحبسهم مرات باتشا وبتحاول إزما إنها تهرب، فبيكعبلها الأطفال وبيلبسوها في الشجرة. ويقدر باتشا وكاسكو إنهم يوصلوا للمعمل، بس مش بيلاقوا الترياق اللي هيحول كاسكو لإنسان من تاني. وبتوصل بعديهم إزما وبيكون معاها هي إزازة الترياق، وبيعتذر لها كاسكو وبيقول لها إنه فاهم إنها زعلانة منه علشان هو طردها، بس مش لدرجة إنها تسمه. وبتأمر إزما كرونج إنه يقتل كاسكو، بس كرونج ضميره بيصحى للمرة التانية وبيرفض إنه يقتله. وبتحاول إزما إنها تستفز كرونج علشان يموت كاسكو، وبتقوله إن أكله وحش. فبيتعصب كرونج وبيوقع عليها النجفة، بس طبعا مش بتيجي فيها وبتوقعه إزما في البدروم. وبيحاول باتشا إنه ياخد الإزازة من إزما، بس هي بتزق الدولاب وبتوقع كل الأزايز على بعض وبيتلخبطوا. وبيبدأ باتشا يجرب على كاسكو كل الأزايز لغاية ما بيفضل إزازتين، وبتقع عليهم إزما وبتكسر إزازة منهم وبتتحول لقطة. وبعدها بتفضل إزازة واحدة بتكون هي اللي هتحولهم لبشر، وبيتخانقوا عليها وبتقع الإزازة من على المبنى وبيقع معاها باتشا وإزما. وبيحاول كل واحد إنه يوصل للإزازة، لكن باتشا بيفقد توازنه، وقبل ما يقع من على المبنى بينقذوا كاسكو. وبيقرروا إنهم يحطوا إيديهم في إيد بعض ويجيبوا الإزازة، لكن إزما بتسبقهم وبتاخد هي الإزازة. وقبل ما تشربها بيفتح كرونج الشباك متوصل بالبدروم وبيوقع منها الإزازة وبياخدها باتشا بسرعة وبيشربها كاسكو. وأخيرا بيرجع لبشر من تاني، بس بتكون شخصيته اتغيرت وبقى طيب ومش أناني. وبيقول لباتشا إنه خلاص غير رأيه وهيبني المنتجع بتاعه على التل اللي جنبه علشان ما يأذيش حد. وفعلا بنشوف إن باتشا وكاسكو بقوا عيلة واحدة وعايشين مع بعض في سعادة. وبيرجع كرونج من تاني لفريق الكشافة وبيعلم الأطفال كلام السناجب، وبتكون معاهم كمان إزما. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزيني ألخص فيلم إيه اللي جاي.